اشتغال المعلم الحالي لتأسيس فرع فقيه الخارج. كما تعلمون أيها الإخوان، في البداية نرحبوا بجميع الإخوان والأخوات اللي حاضرين معنا. كذلك نبدأ واحد الإشارة، وهو أن نهنئ جميعا كذلك لدى المشرحين والفاضلين والكونفدراليين إخواننا في الاتحاد المحلي لمدينة فقيه الخارج. فقبل نبداو نوقفوا دقيقة، نوقفوا باش نقراو الفاتحة ترحما على مجموعة من العمال اللي غادرونا، وكذلك على شهداء الحركة النقابية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقريبا مدة شهرين أو ما يفوق إنهم عندهم تشكيل هذه الناس في هذا اليوم من خلال اتصالاتهم في البلديين من الإسلام وعن الأوراق، وكذلك مكافأة مجموعة المناطق في الخفاء لهذا التتويج. كما تتعلمون جميعا على أننا نقرب من شهر الآن نقوموا هنا للمقر الكونفدرالي عقدنا مجموعة من الاجتماعات الأولية اللي عقدت لنا تحضيرية لتأسيس هذا الفرع الجديد. كما قلنا الإخوان آنذاك على أنه سوف يكتب هذا اليوم في تاريخ النقابة الوطنية للحمار والفخار، في تاريخ الكونفدرالي للشغل، لأن في يوم ما إخوان وأخوات ومناضلين استطاعوا تأسيس فرع في مدينة فرع الفخار مدينة فقيه الخارج. تعرفوا على أن ربما نحن كنا جميعا نعيش في المراحل. إذن أيها الإخوان نجدد أشغالنا اليوم. تأتي الكلمة الأخ سيف الشرقي كلمة الاتحاد المحلي للفقيه الخارج. فليتفضل. هي إمام الفضل الكريم أيها الإخوان، كما نسمع كيف تنمي الخير الذي كان بها وإذا أنا استبشرت أنه الإخوان ديالنا لهم سيعملون على تأسيس فرع خامس. هذا شيء عفوا عمل تنظيم يهم النقابة الوطنية للعمال الكبار، بل نحن هنا الكونفدرالية الديمقراطية مطالبون بشعبية قاعدة وطنية باش أننا تكون عندنا تنظيمات في بلاصتها، ماشي تنظيمات كما درنا فعلا تنظيمات فولكلورية على كذا تنظيمات نارية. فأنا ما غاديش ندخل لأنه كما تيقولوا أهل كثير عندها ناس فاهم المشاكل كيفاش تنظيم الإفراد. أنا أتذكر شيء واحد هو أنه أيها الإخوان نرى الهجمة في المقصد هذا ديال الحكومة. هذا الشيء إذا بقينا حنا التي مجال التجهيز أننا ما طبقناش النقابة البديلة المركزية البديلة، نقصد الإخوان
اننا غادي يوم ما غادي نفعل حتى هذه المكتسبات تشوف فيها كيفاش غادي التفاعل، اعاده النظر في التفاعل، اعاده النظر في صندوق المقاصه، اعاده النظر في مزيان للمخزن مصمم. كنقول المخزن هو انه بقى من علميه الجوز، وهي الحكومه ديال الجيران. الحكومه ديال الجيران انه الشيء اللي بقى دوزت علينا حكومه التناوب الخصاصه تاع عباس الفاسي ودار تدوير القوات وما يخبرش الحكومات. احنا غاديين ما يسمى بالمناوله، هي ضربه قاضيه للنقابه. حتى الان نقول بانه هذه الحكومه غاديه بطريقه تمشي، وهو انه تحت ضغط الباترون، لانه الديامات جات مراسله الاخبار بان جات مراسله تيقولوا باننا من بعد 10 سنوات 10 سنوات الحكم الان يولي واحد حاكم فكره 10 سنوات ديال كذلك تيجي لنا اعاده النظر ثاني من الحكومه. هدف اعاده النظر في بعض الاشياء بحال الكرسي ديال الاخبار بحال هذا تيولد لنا تقييم مدونات شغل من بعد 10 سنوات. ولكن هذا الشيء ما خفاش على الحكومه ديالهم في الاداره السيده. وفعلا شاهد اول مره وبين عليهم انه بعد ما سموها المناظره لتقييم المدونه ضغطنا عليهم المدونه اللي كنا شحال انها كانت تحقق. وانا قصدي الان في كلمه الاخ الكبير الجاوي الكاتب المحلي لمدينه افريقيا في الخدمه. أنا قولي الاتحاد المحلي لمدينة افريقيا كنحييكم وكنول غادي نوصلكم لها. حنا واخا في الاتحاد المحلي لافريقيا انا متبعي الاخوان العراق تحضير هذا اليوم هذا المحطه النظاميه لان الاتحاد المحلي لافريقيا كذلك يجتمع هذا اللي كتكون لها الاجابات بالنسبه لكم في مهمات كامله الجزئيه والمهمات وثانيا كنشكر الاخوان الاتحاد المحلي للاتصال وانا وجودي في هذا المقر ديال زمان وهذه استمراريه الصيفيه والله بخير مشعل اصبحت له مسؤوليه على الصعيد الوطني وهذا شيء شرفني جميعا يا بجد مع ولا شوع الله كان وعدنا تقريبا بانه يكون ولا زال يلتزم ويترك وهذا واجب الجميع ككم كراجلين. نعيش معهم وانا راجل ثاني الاخوان من المجاهدين مناسبه دائما في موضوع عندنا انا في صالح الوادي احنا كنقولوا افريقيا للرباط بعد الحقائق الوسطى وجدوا رسوم الاخوان لانه في اصبع جاي لكن ماذا سنكتسب منه هذه المدينه في المناطق الداخليه المعروفه بالبلاد. افريقيا راه وجدوها انا كنت شاهد في عندنا حقا شوف وعادوا عندي وثائق ديال سكان افريقيا في 2007 97 عادوا عندي سجن باش يصوتوا اما اللي يعيط ويخرج ما ندوش. اش نقول يبقى الان في البنين اللي كيعرف يمشي يزيد ولا شي خوه ولا ولد عمو
شويه اللي كاين ديال الوظيفه العموميه الاخوان الفوسفار كانوا قلعات كانوا تباع كذا وخلطوا شي فهذا هو اللي دينا من 1900 شريحه الاخوان ديال والفوسفار كيتنهب كرامات كتمشي يوميا عقل ساعه عقل ساعه كنديروا لهم فرق خاصك تصنت دوز تراب هذا مهندس هذا العبقري اللي كان كلشي دز هذا عمره خاطر كدوز كنزلاو وساعتين إذا 60 70 واحد هذا كل باطون شحال تيهز من طون راه كنقول هذه كلمه طون شحال كيدفع دابا من دولار وهذا الشيء كان فيه سوسه عمرك شي مدير الفوسفات ولا الدوله بتاعك هذا من بلادنا حنا ماشي العنصريه ولكن ماذا تستفيد من وظف هذا هو الصف إحلاس أنا تطبط الماء كنستفد لا كل هو زيدو وإلا جيتي كدوز ما كنطلعوا ليها اللي كيطلع الربيع كنخليو الناس كيطلعوا بالخير إذا واحد راسك تقول لها الداية سيدي عندنا دابا الكاميرا وكنعاودوا نروح كنقول لها أنا مبروك شريكات هذا بالنية هذا وتقديم كلمة الأخ صابر عضو الوطني ودائما تمكين الوطنية باش الفرق في الثاني لنظام الوطنية لعمال الفوسفات وفدرالية السفرية كفدة تحية تالي الخطوة بعدما ابتدأت تلك التشريحات بعد الاطلاع على طلب التشريحات على الإخوان في التكبير ديالهم التكبير كان مستوى جيد تطلع الشيء ديال التكبيرية كانت عملية سهلة وكانت مهمة صراحة سهلة هذا الخطوة كاين المبدأ ديال النظام المبدأ هذا جيد نقابل التشريعات وهذا هو الجو اللي سادنا في التشريعات هذه النقاش والخريطة اللي كاينة اليوم على مستوى مراكز الإنتاج الإخوان تعاونوا في 17 طالب من بعد نقاش فيها تصورها انها كانت استشاره شويه واستشاره هي موسعه وكان 17 طالب اللي تكلمت فيها يعني كلها اخوان كان عندهم رغبه على اساس ان 16 طالب انها تقبل وهذا هو الاساسي ماشي اساس 17 ولا 11 ولا 19 الاساس هو العمل هو الاشتغال في اطار نقابه الوطنيه والفوسفات وهذا اللي جاء انطلاقا من المؤتمر الاخير ديالنا واللي في الديناميكيه ديال التجديد والتاسيس والديناميكيه التنظيميه والتطبيقيه وهذا هو الاساس وهذا هو اللي غنمشيو فيه واللي غنستمروا فيه لانه كما جا في التطوير الطويله تحديات كبيره تحديات كبيره اللي كتنتظرها وبالتالي تكون تنظيمنا قوي وتنظيمنا ديناميكي تنظيمنا دائما مواكبه وتجديد وتاسيس ماشي ديال المكتب 10 سنين و 12 عام وهذا هو الاساس مشترك بما يخص الاهداف اللي مقترحه اللي تعرض المصادقه اللي فيها 17000 كاين الاخوان المرشد التالي كاين بدر السعيد فايد جلال منصور عبد الطيب عيساوي قافي وبير الوال بيا هشام بكار عبد الغني جابر ايوب عيد قادم بن محمد منصر منير كريم عثمان ناصري سعيد محمد علي الباب درافع ابراهيم فتاح الذوقي انا يوسف عبد الرحمن الذي قال اللائحه طرح عليه المصادقه اللائحه المصادقه عليها وكما قلت الاخوان كان
بدراوي إبراهيم، كريم عثمان، نائب الثاني محمد علي أمين الباب اعتقادي مولاي محمد، كار الغاني، جواب أيوب، مصري سعيد، عيسى الحافظ، منصر منير، مستشار مطلق السعيد، وفيد جلال، وايضا في الجهه تم يعني بالنسبه لنفس الجهه كذا كاين تمثيليه ديال جميع الفروع، وانا رفعنا ايضا نزوج اخوان من الفرع ديال الخير صالح يكونوا وتم الاتفاق على جوج اخوان البدراوي وايتقان. إذن الإخوان أخوات تدريبين وعاليا إخواني ديالنا الجزائريات إخواننا يشوفوا الآن على الترشيحات وعلى اختيارهم لهذ الإخوان اللي بالأساس كما نعرف الجميع على أن المسألة التنظيمية هي رياضة أنا إخواني اليوم إذا وجد عليكم أعطي كلمة للأخ كرام الأخ فرع صالح الأخ كرام ويأتي تأسيس هذا الفرع كما جمع التوسع التنظيمي من جهة والتوسع الإنتاجي للمؤسسة من جهة أخرى. وكذلك مع الاستراتيجية العامة لكل مؤسسة من المؤسسة المجمع الشريف للفصل ونقابتنا حيث أن البنية الإنسان هي في المستقبل إنتاج محلي. إخواننا اللي يتم اختيارهم ونتمنوا لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله في المهام ديالهم ويكونوا بالفعل عندهم الفن الجيد. إخواني أخواتي إخواني الأخ الكاتب العام الأخ العلمي اللي أبى مرات ومرات باش يكون دائما حاضر معنا في قدر أي حدث لا على مستوى التنظيمي الجهوي على مستوى الفروع كذلك اليوم أبى باش يكون حاضر معنا. هذا العرس النضالي هو تأسيس فرع ديال الفرنسا تغطي
الآن كلمة الأخ منير العلني كاتب العام لنقابته. بداية أود أن أوجه كل التنويه وكل الشكر للإخوان في الاتحاد المحلي ديال خدمة صالح. رأسهم أخونا ورفيقنا الصيفي اللي أكد أنه حاضرا وسيكون حاضرا مع الشغيلة الفوسفاتية، وسيكون نعما وسندا لكل اللقاءات وكل المحطات اللي غتخوضها نقابتنا لا على المستوى الفقهي صالح على مستوى المنطقه. مثلما لابد من الشكر الاخوان ديالنا في الاتحادات المحليه في المنطقه اللي دائما كانوا حاضرين، وهذا التصريح لا افريقيا ولا بواتسون دائما دعم للتشغيلات الفوسفاتيه، وهذا مدلول على الارتباط الفدرالي اهم شغيله على مستوى المنطقه، اهم قطاع انتاجي، اهم ثروه وطنيه، واللي المفروض ان كل الجهودات الفدراليه ستبقى صافه باش يبقى حضورنا على مستوى الجهه حضور متميز ومشرف لنا جميعا. لا بد من الشكر ايضا اخواني في المنصب الجهوي لانهم بادروا وكانوا سباقين كما قلت في عدة المناسبات في ترجمه القوله بالفعل على مستوى التنظيم الجهوي وعلى مستوى التوسيع ديال التنظيم ديالنا، وهذا مجهود اللي المفروض انه يتواكب على مستوى التكوين. لابد ايضا نشكروا الاخوان ديالنا جميع المناظرين الفوسفاتيين والكونفدراليين اللي حاضرين معنا، والتنويه ايضا اختين الحاضرات اليوم معنا، ولا كان شي تعليق على المكتب هو تنقول واحد النقطه ناقصه والمذكره ديال المكتب فين اللي كيعبر الصيفي تلزم ما امكن حضور النساء، لكن نعتقد هذا تاسيس ومطالبون في المستقبل باش الحضور النسائي لانه يشرف نقابتنا، لانه له دوره وله قيمته المضافه في عملنا النقابي. خصنا دائما نديروا مجهود على اساس ان المراه العامله بصفه عامه تكون حاضره في الاجهزه الفدراليه. هذه اللحظه من المؤكد كيف قال الاخ برماكي لحظه متميزه ربما لن نستوعبها اليوم، لكن فيها جوج ديال الاشارات قويه واللي مشات عليها نقابتنا على مستوى الجهه. هادشي باش باغي نحيي دائما، وقلتها ولا فاتح ماي فريبكا اولا، فريبكا ثانيا، فريبكا ثالثا، وفريبكا دائما سنكون حاضرين معا، لان ضات وانصفت ذاكره نضاليه تنظيميه نقابيه الفوسفاتيه، لان رجعنا حينا واحد العمل اللي تاسست عليه النقابه الوطنيه عندما توجهنا الى القرى المجانيه، عندما اسسنا فروع العديد من القرى المجانيه. هذا الرجوع الى الذاكره الفوسفاتيه وخصنا نبقاو دائما هكذا. واشاره اخرى هي نوع الاستباط، لان النقابه اليوم لا بد من استقبال التاريخ ولا بد من يكون الافاق واضحه. الاخوان اللي فكروا على صواب بتاسيس فرع نقابي في صالح هي عمليه استباقيه قبل ان تنطلق. اذا هذا عمل اللي المفروض اننا يكون في جميع المناطق الفوسفاتيه. لا بد من حضور نقابي قوي، لان المستقبل اكيد منطقه كلها، ولكن عندما نتكلم عن اكبر منجم على المستوى العالمي ليس افريقيا فقط، خصو من يقود الوقت، خصو من يكون
تمويل الشغيله الديمقراطيه خصو من يدافع عن قضاياها وليس فقط قضايا عماليه، بل ستكون له ادوار مستقبليه هي ادوار منطقه. المحيط يعنينا، مدينه القبل صالح تعنينا ايضا. ليس النقابه لها احتكار الدفاع فقط عن القضايا الاجتماعيه، وليس السياسيين والفاعلين والمنتخبين هم اللي عندهم احتكار انهم يدافعوا عن المحيط وعن المدينه. حتى احنا لنا دور المفروض انه خاص المجمع الشريف. انا كنت طالعت على ما اعتقد خاصه السنه الفارقه، مشيت لقصتاد في رمضان، كانت واحد الحراره والتقيت لانه كان مازال ما طارش المشروع ديال الطبيب، كانت بعض المشاكل مع بعض الاخوان ديالنا الحزبيين، كانت تعطل. فمشيت وجلست مع وقلت لهم بانه المصلحه العامه بعض الخطرات تقتضي يكون نوع من التفاهم. ما يمكنش نبقى معطل المشروع ندير الداعي يكون له دور مركزي وعنرجع للمشروع كما بان. وقلت بانه خاص المنطقه كامله، خاص لابد من الاستثمار ديال المؤسسه في المنطقه. لعلكم تتذكرون المؤتمر ديالنا الاخير عندما تكلمنا عن ظاهره ديال التوزيع، وحتى هي يمكن نرجع لها فيما بعد. وقلنا بانه اليوسفيه تعيش تهميشا مثلما وتظن عاش التهميش وبقربها من قرير. وقلنا علاش من قرير، فكذلك ما بغيناش في قبل صالح، بغينا في قبل صالح. وطلعت على بعض الملايين ديال الدراهم حسب الاستثمارات اللي يمكن توجه الميزانيه ديال المجمع الشريف الوسطى لبعض المناطق المحيطه، واعتبرتها انذاك ماشي في المستوى. قلتها للمسؤولين الذين كانوا يشرفون عليها، المفروض انه المنطقه خاص تعطى امكانيه، خاص انه الساكنه تحس بانه جزء من الثروه الوطنيه يرجع للساكنه في التنميه المجاليه.